مرحبا لأحلى سوريين. حبيت نوه على نقطة كتير مهمة عم يتم تداولها حالياً ومنتشرة بين شريحة من الشباب الثوري إذا بدنا نعتبرها على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي أنا بتمنى ومتأكدة إنه ما أنا منتشرة على أرض الواقع. ولكن لأهمية هذا الموضوع بدي أحكي فيه باختصار. رح أحط لكم صورة التعليق ليك موجودة، وهذا عبارة عن فكر ممنهج عم يتم تداوله على وسائل التواصل، وهذا الحكي أنا بعتبره غير مقبول نهائياً. أول شيء، الثورة قامت كرمال حرية، كرامة، بلد لكل السوريين، وبالتالي أنا ما فيني ضلني خاطب الأقليات بلهجة أنتوا شو عملتوا أنتوا شو قدمتوا. في ناس قدمت من كل الأطراف، وفي ناس حمت النظام من كل الأطراف. لذلك لازم نحاول نطلع من هي اللغة وهذا التخوين وهي اللهجة الطائفية المقيتة اللي ممكن تأذينا على المدى البعيد. بتمنى تنتبهوا على هيك تعليقات وتجربوا دايما إنكم تمنعوها.